السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين؟ رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهاردة، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهاردة في حلقة جديدة بعنوان ايه يا دكتور فوائد الكركديه للأسنان؟ فوائد الكركديه للأسنان يعتبر هو مصدر غني بالكالسيوم اللي هو مهم لصحة بناء الأسنان والعظام. تمام، دي أول حاجة. تاني حاجة مليء بمضادات الأكسدة اللي بتخلصنا من الجذور الحرة اللي ممكن تعمل تلف للأسنان لو قعدت في الجسم او للخلايا بصفه عامه. طيب ايه تاني برضو؟ الكركديه يعتبر بعد كده بقى من اضراره ان انت لو شربته كميات كبيره او مركز وما غسلتش سنانك بعده بيؤدي لتصبغ الاسنان، فانت بدل ما تبقى جاي تفيد في حاجه انت كده بوظتها. فانت لازم لو هتشربه بكميات معقوله او هتنك لازم تغسل سنانك بعده عشان ما يعملش تصبغ للاسنان. وخلي بالك برضو الكركديه ممكن بيعمل جفاف لافراز اللعاب شويه في الاسنان، فيسبب لك ان ممكن ريقك ينشف او تحس ان بقك حاسه ناشف كده كأن ما فيهوش لعاب ده كميه كافيه. فكل حاجة زي ما ليها بعض المميزات ليها بعض العيوب. لو انت افردت في استخدامها لازم تستخدمها بشكل محدد عشان تاخد كل الفوائد بتاعتها. واخر حاجة ليه برضو ميزة تانية عايز اقول لك اضافة، ان احنا نقول مثلا ان هو عنده قدرة ان هو بيكافح الالتهاب اللي بيحصل في اللثة. اشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.